الحقيقة قيل لي يراد مني كلمة تكون عفو الخاطر ولا تكون مكتوبة ولا محضرا لها، فاسمحوا لي أن أشارككم موقفا خاطرة حدثت لمحدثتكم، فمحدثتكم شرقت وغربت، لا سيما بحكم عملي السابق في وزارة الخارجية. ولكن اسمحوا لي أن أشارككم هذه اللقطة خصوصا لأبنائنا. أرجو منكم أن تسمعوا هذه الكلمات جيدا. كانت محدثتكم في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبجانبي كانت أم وابنتها، أو من ظننت أنها ابنتها وبعد الحديث فهمت أنها زوجة ابنها. عموما هذه الأم وهذه الفتاة كانتا تتشاركان الحديث وهموم الحياة وضيق ذات اليد، فسبحان الله أشفقت عليهما من ظروف الحياة، من كما ذكرنا ضيق ذات اليد، إشفاقا كبيرا، ثم عكفتا على قراءة كتاب الله، وانشغلت كل واحدة منا في شأنها. بعد ذلك ودون أي مقدمات إذا بهذه الأم تلتفت إلي فجأة وتقول: هل تحفظين كتاب الله؟ طبعا في تلك اللحظة شعرت بحرج شديد، قلت لها: للأسف لا. فإذا بها تفاجئني بهذه الجملة، قالت: وهكذا تعيشين حياتك عبثا؟ فيما ضيعت حياتك؟ فسبحان الله، يعني فجأة شعرت بحجمي الحقيقي أولا، لأن الموازين هي الموازين الحق. موازين الدنيا هي الموازين التي نقيس بها الأمور من مناصب ومال وغيرها من الأمور، لكن الموازين الحق هي أن ركعتين عند الله تساوي فيهما صدق وإخلاص، تساوي الدنيا وما فيها. فلو تذكرون بدأت حديثي بأنني قد أشفقت على هاتين السيدتين، صحيح؟ ثم أنهينا هذا النقاش بأنني أشفقت على نفسي. كنت أشعر أنهم من المساكين، ثم أدركت أنني من المساكين، فهذا هو المعنى.